اللي ما يعرفش قيمتك احرمه من وجودك، واللي ما يعرفش قيمتك احرمه من نظافة قلبك، اللي ما يعرفش قيمتك احرمه من جدعنتك وأصلك، وسيبه لبكرة لما يعاشر غيرك ساعتها هيندم عمره كله عليك. غلي نفسك ومحدش أحسن منك. شكرا جدا جدا يا ريهام على كلامك الجميل بجد، وشكرا جدا كمان لأم حمزة وكمان لأم دعاء. وجودكم على راسي من فوق بكلامكم الحلو، وهلو هلو على أميراتي الأمارات. عاملين ايه النهاردة؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال، واهلا بيكم في فيديو جديد مليان من الافكار الجميلة. دايما بتقولوا الديكورات غالية، ما عندناش ديكورات زي دي. تعالوا النهاردة مع سيدة مبدعة جدا جدا في ديكوراتها، هتعمل كل الديكورات اللي تتخيلوها من اقل حاجة. فلايكاتكم الجميلة على الفيديو واشتراكك في القناة لو لسه مشتركتيش معايا يشرفني وجودك الجميل، وكمان تعليقاتكم الجميلة في الكومنتس على اكتر الديكورات اللي عجبتكم في فيديو النهاردة. تعالوا نبدأ معاها أفكارها وشوفوا بقى الفكرة الحلوة دي. أباجورة لأوضة الأطفال بجد جميلة ومش مكلفة. طبق عادي بلاستيك أو إكريليك، وبدأت إن هي تقص دبدوب عندها وتعمل عليه ريش كده من تحت، وحطت اللي هي السبوتس اللي هي بالحجارة أو بالشحن، وبدأت إن هي تعمل أباجورة مش مكلفة من أي حاجة موجودة عندكم. كمان هنا عارفين الحامل بتاع المناديل بتاع السفرة، عملته بكذا فكرة بقى. فكرة الأباليك بتاعة الحيطة طبعا كهرباء وغالية، وطبعا يعني بتبقى فلوس كتيرة قوي لو نشتري زيها. لو نفسك تعملي زيها، أفكار بقى كتير النهاردة في الفيديو. كل الفكرة بالسبوتس اللي هي الإضاءة دي، زي ما شفنا اللي هو الستاند بتاع المناديل ازاي غلفته. هنا كمان برضو فكرة تانية، حطيته على صينية أو على طبق، وبدأت إن هي تغلفه من بره بشريط كده بيلمع شوية شبه المرايات، وبدأت إن هي تحط عليه كريستالات تزينه بشوية حاجات شبه الأبليك الكهرباء الجاهز بالظبط. هنا كمان برضو فكرة تانية، طبعا الشيت اللي هو الاسطوانة ده، دي بتبقى بلانشات، بتبقى في المحلات الأدوات المنزلية، بتبقى بلانشات فليكسبل كده، بتبقى مرنة شوية، بتقدر ان انت تقطعي عليها. ممكن تجيبيه كمان من المكتبة، الورق اللي برضو اللي هو بتاع الأعمال الفنية والحاجات دي، وتقدري ان انت تستخدميه بكل سهولة. فكرة كمان هنا حلوة قوي من الاسطوانة اللي هي الفل، ممكن تشتروها برضو من المحلات بتاعة الأعمال الهاند ميد أو المكتبات. وممكن كمان عارفين لما بتشتروا جهاز كهربائي بيبقى معاه الاسطوانات دي كده، بتبقى حماية ليه أكتر في الكرتونة بتاعته، فتقدروا تستغلوها. هي غلفته بستيكر رخامي وحطت جواه برضو الإضاءة دي بقى بالحجارة كده، ثبتتها جوه وعملته أبليك على الحيطة. بجد اللي يشوفه مش هيتخيل إن ده مش معمول من خامة معدن، مش هيتخيل ان هو معمول من كرتون ومن بلاستيك ومن ورق وحاجات من دي. دي نفس الفكرة هنا برضو، جابت الشيت اللي بقولكوا اللي هو المرن بتاع التقطيع ده، وبدت ان هي تثبته يبقى بومبي كده شوية او عامل زي كيرف كده على لوح من الخشب او من الكرتون، برضو غلفته بالستيكر الرخامي وحطت جواه السبوت الاضاءة، وفعلا بقى قبليك شكله حلو قوي قوي. هنا كمان فكرة برضو باللي هي البيبي لايت اللي هو بالحجارة الصغير، بدأت ان هي تعمل كده خط كده متعرج على لوح برضو من الكرتون او الخشب، حطت عليه كريستالات وحطت معاه الإضاءة. بجد شكلها رهيب وفكرة حلوة قوي ومش مكلفة. كل الحاجات دي موجودة عندنا في البيت، نقدر نستغلها بأشكال بجد مختلفة. هنا شوفوا أبسط فكرة، ممكن هنا اسطوانة من الخشب وثبتت عليها عمود من الخشب، وبدأت تحط الإضاءة البيبي لايت في ظهرها من ورا، وطبعا دي بالريموت بتقدري تتحكمي في الإضاءات بتاعتها. فممكن تروحي لحد متخصص بتاع الأخشاب يقصلك بس القطعتين دول، وانت تثبتيهم مع بعض، وعملتي أباجورة بشكل مودرن بسيط ومختلف عن أي حد. كل الحاجات زي ما بقولكم نقدر ان احنا نجيبها بسهولة. يعني هنا فكرة ان هي تعمل نجفة، عارفين النجف ده حاجة من الحاجات الغالية. شوفوا هي عملتها ازاي، الاسطوانات اللي هي المعدن غلفتها من بره كلها بالكريستالات، وحطت جواها الإضاءة وثبتتها بشرايط أو بعواميد صغيرة من السلك كده، وبدأت إن هي تعملها زي نجفة. فبجد يعني سيدة رهيبة بكل أفكارها. حتى هنا كمان الأطباق أو الكوبايات وزينتها بالمعالق. ممكن تكون الحاجات دي عندك فيها شرخ صغير أو كسر صغير، مش هتستخدميها في أكل أو في شرب. المعالق عندك مثلا جبتي طقم جديد عشان اللي عندك لونه غير أو كده، حابة ان انت تجددي، استغلي بقى الحاجات القديمة دي في ان انت تعمليها أفكار بجد تبقى حلوة كده. ده هنا كمان الستاند بتاع البكرة المناديل، هي جابت 2 ثبتتهم مع بعض، غلفته كمان بالكريستالات الصغيرة، وجابت طبق قلبته من فوق بحيث ان هو يبقى عامل زي الأباجورة مع الإضاءة.
طبعًا اللي عايزة أقول لكم إن هي ممكن تجيب الحاجات دي بكميات، يعني تروح لمكان مثلًا بيبيع الحاجة ديّة بسعر الجملة، جابت مثلًا كمية من الكريستالات، كمية من الsticks الخشب، كمية من الورق اللي أنا قُلت لكم عليه اللي هو المَرِن بتاع أدوات التقطيع ده، ممكن كمان الشريط الرخامي تجيب رول على بعضه بسعر جملة، وتبتدي إن هي تبدع بقى في أفكارها بكل الحاجات اللي عندها، فمش شرط كمان إن أنتم تروحوا تجيبوا كل شوية كمية صغيرة، لو الموضوع في بالكم دوروا على الناس اللي هي بتبيع الحاجات دي بأسعار جملة، تقدروا تجيبوا كميات وهتعملوا بجد ديكورات حلوة أوي، أوي من أقل حاجة. ده هنا كمان قطع كرتون غلفتها بستيكر بيلمع شوية شبه المرايات، عملت منه فضي وذهبي وبدأت ان هي تثبته. طبعا في كرتون بيبقى جامد شوية، بيبقى متين، بيبقى عامل زي الخشب، فنقدر كمان برضو ان احنا نعمل منه من اي كرتون قديم عندكم. ده هنا اسطوانات الفل برضو بدأت ان هي تعملها بالسبراي وتغلفها وتعملها بأطوال مختلفة وثبتتها طابلوه على الحيطة. عارفين الحاجات دي انتوا بتعملوها ما بتبقاش موجود زيها في السوق، فأي حد هيدخل عندك طبيعي هينبهر قوي بالحاجة اللي انت عاملاها حتى لو كانت بسيطة. يعني هنا مجرد ستيكس بس خشب بدأت تثبت عليها كور أو كريستالات وعملتها بالسبراي، وعملت ديكور مميز تقدر تحطه على الترابيزة مش موجود في أي مكان غير عندك انتي وبس، فهتبقي مختلفة ومميزة بالحاجة اللي عندك. ده هنا كمان برضو في ألواح موجودة في المكتبات عبارة عن زي مراية بيبقى عليها زي كفر كده من بره، لما بتقصيها وبتركبيها وكل حاجة بتبتدي تشيل الكفر ده فبيديك اللمعة بتاعت المراية دي. فهي برضو عملت منها فازة حلوة قوي قوي قوي، مش مكلفة، وقد ايه شكلها بجد برضو جميل. هنا كمان برضو عملت فكرة حلوة قوي لشمعدان أو إضاءة، بدأت إن هي تجيب كوباية حطت جواها مادة لاصقة وبدأت تحط اللي هي كسر الألماظ أو الاستراسس الصغيرة دي، ومن فوق بولة ثبتت فيها الريشة، ممكن تحط كمان جواها شمعة أو إضاءة أو كده، هتبقى برضو من الحاجات الحلوة. فكرة البوكس دي عجبتني قوي، هي السيدة كانت عاملاه من الحاجات اللي هي ممكن تنفع في الناس اللي بتحب تزين الهدايا بتاعت رأس السنة والكلام ده كله، لكن أنا عجبتني الفكرة إن احنا ممكن نعملها إضاءة في أي مكان. هي جابت هنا الستيكس الخشب عملتها مكعب على شكل هدية، غلفتها من بره بالقماش التل وبعدين شريط وحطت جواها إضاءة، بجد شكلها حلو قوي لو حطيتيها ديكور في أي مكان أو حطيتي جواها هدية لحد وقدمتيها بالشكل ده هتبقى مميزة جدا جدا. تعالوا نكمل معاها أفكارها الحلوة. وممكن انت تروحي تشتري مراية هيبقى سعرها غالي، فممكن تروحي بس اللي بتاع المرايات أو الإزاز يقصلك مراية، أو ممكن مراية عندك الكفر بتاعها أو ظهرها اتكسر تستغليها في فكرة زي دي، ثبتتها على كرتون وجابت برضو اللي هي الاسطوانات الفل قصصتها كده للأشكال نص دايرة دي وبدأت ان هي تثبتها، والسبراي يعني بصوا حاجة في منتهى الجمال. حتى هنا عندها كمان الاسطوانات مع الصواني دي، الصواني دي ممكن تكونوا بتشتروا منها حلويات او منتجات من اي مكان، حوشيهم مع بعض وشوفوا عملت منها ترابيزة. محدش يتخيل ان احنا ممكن نعمل من حاجات زي دي حاجة في منتهى الجمال ده وما نتكلفش كتير ويبقى الشكل عندنا بجد خرافي. ده كده كان فيديو النهاردة يعني مليان من الأفكار الحلوة. لو انتوا حبيتوا الأفكار الديكورات وعايزين أكتر هنزل لكم كمان أكتر، بقالنا فترة ما نزلناش ديكورات مع بعض، فبتمنى يكون النهاردة عجبكم. قولولي على أكتر حاجة عجبتكم في الكومنتس، ولو ناويين تعملوا حاجة من الفيديو كمان شاركوا معايا. يا رب كده دايما عند حسن ظنكم بالحاجة اللي تعجبكم وتفيدكم. لايكاتكم الجميلة قبل الفيديو ما يخلص. يا أحلى أميرات أمارات، انتوا بجد أحلى اخوات في الدنيا. شكرا على حسن المتابعة، ونتقابل بكرة بفيديو جديد وسيدة جديدة وأفكار جديدة من حول العالم. نخلي بيتنا أحلى بيت في الدنيا، وسلام.